كل سنة وانتم طيبين. النهاردة تاني يوم العيد. هقول لكم بقى انا عملت امبارح ايه. اول يوم العيد رحنا بقى العزومة اللي هي بتاعت رايحين نعيد بقى في بيت العيلة وكده عند اهل جوزي. وطبعا انا نزلت فيديو الساعة 7 في القناة الكبيرة، وكنت عامله فيها حلويات شرقيه. لو لسه ما شفتوش روحوا شوفوه. كان المفروض اخد الحلويات دي ونروح على الفطار يوم الوقفه، بس انا تعبت فما روحتش. هم راحوا وانا ما روحتش، انا قعدت فطرت لوحدي وكملت اليوم. تعالوا بقى نشوف الفيديو بتاع النهارده. طبعا انا بجهز من قبلها علشان احنا النهارده في العيد، فانا لازم بقى احط مانيكير وانتوا عارفين. فده بقى الدرج بتاعي، درج مخصوص لطلاء الاظافر. فانا بستخدم الماركه دي من زمان، وعندي اصلا المانيكيرات دي من زمان. وفي حاجات خلصانه عايزه اخلص منها. طبعا في شويه ازايز كده عايزه اخلص منها واجيب تاني. فانا دلوقتي بختار ما بين لونين، بحب الاحمر الفاقع شويه ده والغامق، بس انا هحط النهارده الغامق. وتعالوا بقى نكمل الفيديو. بصوا يا جماعه، ده المانيكير بعد ما حطيته. ايه رايكم بقى؟ ضوافري اتقطمت. قبل العيد دايما بتعمل كده. فانا كده خلصت. هلبس بقى واجهز وبعدين اوريكم الاوتفيت. وانا ما اشتريتش حاجه جديده يعني علشان ظروف الثانويه العامه وكده، وما اشتريتش اي حاجه، ما نزلناش. فبعد الثانويه العامه بقى نبتدي نشتري لنفسنا. بس ايه رايكم في اللون؟ هلبس بقى اي حاجه عندي في الدولاب انا ما كنتش هلبس كده خالص. انا قلت احنا في العيد وحضرت الاوتفيت بتاعي، كان حاجه تانية خالص هوريها لكم. بس في الاخر استقريت على الفستان ده، والفستان ده عندي من زمان وما اشتريتش حاجه السنه دي. علشان في ثانويه عامه وكده فما اشتريناش. بعد الثانويه ممكن انزل انا وفرح بقى عشان نشتري، لان ما فيش وقت اصلا. والعيد الكبير انتوا عارفين ما فيش حد بيشتري في العيد الكبير يعني. فانا بقى جهزت وخلاص، وتعالوا بقى نكمل الفيديو مع بعض. وبحط بقى البرفان بتاعي عشان النهارده العيد يعني. ورحنا اخر النهار، كانت تقريبا الساعه 6، ما رحناش من الصبح. وتعالوا بقى نشوف باقي الفيديو واقول لكم انا كنت هلبس ايه. هوريكم الطقم طبعا اللي انا كنت هلبسه وغيرت رايي. بصوا يا جماعه، انا كنت هلبس الاوتفيت ده يعني زي بادي كده، بس واسع مش بادي يعني، وعليه الكارديجان ده. وكنت هلبسه على بنطلون جينز وشنطه تانية خالص، هوريلكوا الشنطه. بس انا غيرت الاوتفيت ده علشان دي يعني لبست الاسود ده علشان البس دي، عشان الشنطه دي، عشان انا دايما اللي بيحدد لي لبسي هو الشنطه. فانا الشنطه دي يعني وحشتني، وانا ما لبستهاش حاجه الصيف اللي فات، فقلت البسها بقى في العيد ده. هوريكم بقى الشنطه اللي انا كنت هلبسها مع الطقم ده. انا كنت همسك الشنطه دي على الطقم ده، فخلاص ده بقى كنسل ولبست ده كده. حلو الطقم ده، حلو حلو الطقم ده كده. اقول لكم لابسه ايه في رجلي ثواني. هلبس ده برضو، ما لبستوش حاجه يعني، تقريبا لبسته مره او مرتين وما جبتش حاجه جديده يعني. دي الحاجات اللي موجوده عندي ولبستها بس، مع ان ظهري واجعني، بس يعني مش هنروح ماشيه يعني. وهحاول ما البسوش الا لما اجي انزل. برضو المرايه متشلفطه. في واحد معاكي عشان لما اجي اروح. ايوه كده واحنا في طريقنا بقى لبيت العيله، كان نور واخد معاه الايس كريم اللي انا عاملاه. عشان تعرفوا ان الايس كريم حلو، اي ما قدرش يقاومه اخده معاه العربيه واحنا نازلين. فتعالوا بقى نكمل الفيديو مع بعض لما رحنا هناك. احنا جينا عند عمته فرج بدنا نشوف البلالين. انا ما نفختش البلالين عشان انتوا عارفين ان انا تعبان. انا معايا ياسين عنده قناه على اليوتيوب. قولي يا ياسين اسمها ايه؟ يس أسامة. يس أسامة. هسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق. ياسين يبقى حفيد اخو علي، يعني ابن بنت اخو علي. صح يا ياسين؟ انت في سنه كام يا ياسين؟ تالتة. في تالتة ابتدائي، وعنده قناه على اليوتيوب اسمها يس أسامة. انت بتعمل فيها ايه يا ياسين؟ أنا زي مثلا بقدم محتوى، زي مثلا لما بينزل تحديث جديد في أي لعبة بقول لهم التحديث. طب حلو.
دي بقى كانت الضيافة، فرح والبنوتات بتوع العيلة هم اللي كانوا راصين الحاجات دي وظبطوا ترابيزة السفرة او البوفيه. شايفين بقى في فاكهة وبسكوت وبيتي فور وكحك وحاجات من دي، وفشار وبسبوسة وجلاش وكانوا منظمين يعني البوفيه كانوا عاملينه حلو البنات. وطبعا كان في ركنة عاملينها برضو فيها الأطباق زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، أطباق وكوبايات عشان اللي عايز بقى يشرب حاجة ساقعة، عصير، شربات كده يعني. ففرحة كانت بتعمل لي طبق، أنا وهي أخدنا بطيخ وعنب. وبعد كده في الآخر أنا ممكن كلت يعني واحدة من الكحك، وادونا بقى على العيدية بتاعتنا كمان. كل واحد اخد ظرف، والواحد في العيدية بيبقى عامل زي العيال. وروحنا بقى بالليل واكلنا، ده الاكل بتاعنا الساعة 2 بالليل. ده العشاء بتاعنا يا جماعة، وده رقسوس. ده حلوة يعني فيها كشاف فول هي دي مسقعة ولا ايه؟ بطاطس وبطاطس. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 2. مش ده عشان احنا بنجيب في السوبر ماركت عادي. ولا اللي جنبي قاعد تاكل كده الساعة 2 بالليل؟ قاعد تاكل الحاجات دي في العيد؟ المفروض نتعشى لحمة. المفروض نعشى لحمة كبدة كده يعني. شكلها مقرمش بس باجي كلها مش مقرمشة. طريقة لا مقرمشة. هو مش حلو. عايزة طعمية. مش بيبيعوا الحاجات دي، معرفش ليه كده. اكيد عندهم طعمية بس مش حاطينها في البداية. فرح طالبة عيش بلدي جابوا لها ده، يعني انا مش فاهمة. ده الاسوس ملناش دعوة بيه، انا ما باكلش العيش ده بس مضطر اكل. بس خلي بالك مجامل فرح باكل مجاملة، انا ما باكلش متأخر كده. شايفة الاكل. انا اول مرة اشوف بطاطس بتوجع السنان بجد. بجد بطاطس بتوجع السنان، يعني هي مقرمشة بس مجلدة. جماعة انا ضميري مأنبني جدا، يعني فرحة جابت اكل الساعة 2 بالليل وقلت لها هاكل معاكي، وكلت مش عارفة كلت ازاي وعملت العملة دي. انا ما باكلش متأخر كده وما باكلش العيش ده، يعني انا اسفة في حق نفسي بجد، يعني انا متضايقة جدا.